ازيكم يا اخواتي؟ النهارده هنكمل الجزء الجديد من حكايه لينج جين الاسطوريه. فلو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت، كل اللي عليك انك تعمله انك تدوس على الرابط اللي ظهر قدامك دلوقتي، او هتلاقيه مثبت عندك في اول كومنت في فيديو طول واحد زي ما بتحبه. واول ما تسمعه على طول رجع هنا تاني عشان نكمل حكايتنا. انما لو سمعت الجزء الاول والتاني يا صاحبي، كل اللي عليك انك تعمله انك تعمل لايك للفيديو. وطبعا لو مشتركتش في قناتنا، ما تنساش تنورنا باشتراكك في القناه. ويلا بينا نكمل حكايه. وقفنا الجزء اللي فات لما المعلم هونج لونج ضغط على زرار التحكم في المكان اللي بيسجن كل الطلاب الموجودين في الاختبار التاني. وبنشوف ان داخل السجن ده ظهر وسط الطلاب روبوتات قوية جدا. ويبدأ المعلم هونج لونج يكلمهم ويقول لهم بكل شر ان ده ميعاد الاختبار التاني ليهم، وهو اللي هيكون مسؤول عنه، فاستعدوا. وبيبدأ يفهم الطلاب اللي كانوا خايفين ومتوترين طبيعة الاختبار، وبيقول لهم ان الروبوتات دي أقوياء جدا وهيهجموا عليهم بأسلحة نارية وقوية. وكل اللي عايزه دلوقتي من الطلاب انهم يتفادوا ضربات الآليين بقدر الامكان لحد ما عود البخور اللي انا بولعه ببق المعلم يالي ينتهي. وبنشوف ان المعلم يالي لسه مغمى عليه من ساعة ضرب بطن الانجلي، كان بيقول لك جسد رمل اسطوري قال. وبنشوف ان الطلاب بيترعبوا اكتر لما المعلم هونج لونج بيقول لهم انهم ممكن يموتوا في الاختبار ده، والاكاديمية غير مسؤولة عن موت اي شخص فيهم. واول ما بيخلص كلامه من هنا بيبدأ الآليين انهم يشتغلوا وبيبدأوا في الهجوم على الطلاب اللي كانوا مرعوبين وعمالين يهربوا من مكانهم وهم خايفين، على عكس بطلنا لينك اللي كان واقف مكانه ومش عارف يعمل ايه لأنه لسه مش مستوعب حاجة من اللي بتحصل حواليه. وواحد من الآليين لما بيشوف لينج واقف مكانه بيبدأ إنه يهجم عليه. وكالعادة لينج بيتفادى كل الضربات دي بكل سهولة، لكن بنلاحظ إن الضربات اللي لينج عمال يتفاداها كانت عمالة تيجي في الطلاب اللي وراه. وبنشوف المعلم هونج لونج وهو مبسوط جدا، هو شايف شانكس عمال يتفادى الضربات. وبنروح بعد كده للمعلم شانكس اللي بنلاقيه عمال يتفادى كل الضربات بظهره، وبيقول إن محدش يقدر يجيب في أي هجوم، لأنه لما بيستخدم تقنية صد الضربات بظهره مفيش أي هجوم يقدر إنه يسيبه من ورا. ولكن فجأة بيلاقي إن كل الهجمات بتتجه ناحية بطنه، وده اللي خلى المدرب هونج لونج يفقد الأمل. العيل المتخلف زي ده بيصد الضربات بس بظهره لحد ما بيلاحظ حاجة تانية، لأن في الناحية التانية بنشوف إن ديد عمالة تصد كل الضربات بكل سهولة. وده بالظبط اللي كان متوقعه من خليفة طائفة السيافين. لكن أما بالنسبة لديدي نفسها فهي كانت مصدومة جدا لما بتلاقي إن لينج ماسك كل الروبوتات وعمال يعجن فيهم ويدمرهم. وده لأن لينج كان عمال يقول في نفسه إنه لما يكسر كل الروبوتات دي ويدمرها فبالتالي مفيش حد هيتأذى. وده اللي كان معصب المعلم هونج لونج جدا من لينج، وبيقول له أنت عبيط ولا إيه يا دي أنت؟ الاختبار ده كله بيتمحور حول السرعة، وإنه ما ينفعش يدمر الروبوتات الغالية بتاعته. وبيهدد لينج بعد كده إنه لو كسر الروبوتات بتاعته مرة تانية فهو هيطرده من الأكاديمية وهيعتبره فشل في الاختبارات. وده اللي مخلي ديد عمالة تقول مع نفسها إن كل الرجالة شبه بعضهم متعتش للدماء والقتل، لكننا عارفين طبعا انها في الحقيقه كانت غيرانه جدا من لينك لان كل الانظار عليه مش عليه. وفجاه بيجي المعلم يلي وبياخد جهاز التحكم من المعلم هونج لونج، وبيتكلم المعلم يلي هونج لونج وبيقول له انه من الاحسن يتعامل مع الواد لينج قليل الادب ده بكل عنف. وبيكمل وبيعرف المعلم هونج لونج بابتسامه خبيثه انه لازم لينج يخسر في الاختبار ده ويدوق طعم القلق. وبيبدا انه يتحكم في الروبوتات كلها ويخليها تستخدم قوتها الاقصى. ونشوف ان كل الروبوتات فعلا وصلت لاقوى مستوى ليها ومتجهين كلهم ناحيه بطن لينج. وهنا بيعرفنا ابو العريف ان وصول الروبوتات دي لاقصى قوه ليها فهي قادره على تدمير دوله كامله. هو شايف ان استخدام الروبوتات لمستواها الاقصى فده امر مبالغ فيه تماما، وبالذات لانهم لسه طلاب جداد. ونشوف ان واحد من الطلاب بيجي وبيسال ابو العريف لو كان كويس، فبيرد عليه وبيقول له انه حاسس بالغثيان شويه بس مش عارف ايه السبب. وده في الحقيقه بسبب ان في ضربات كتير من الاسهم جت في ظهره من الروبوتات. فبيجي المعلم هونج لونج وبيقول للمعلم يلي انه كده زودها قوي وبيبالغ جدا في الموضوع، ومن الاحسن انه يرجع له جهاز التحكم عشان نرجع الروبوتات لقوتها العاديه. بس المعلم يلي بيفضل يوسوس له وبيقول له انت اكيد انت كمان مش عايز لينج ينجح في الاختبار ده. وبنشوفه بيضحك وبيقتنع بكلامه. وبنرجع لبطلنا لينج وبنشوف ان كل الروبوتات لسه بتهجم عليه باقصى قوتهم، بس هو لسه ثابت على وضعه وعمال يتفادى في ضرباتهم كلهم بكل سهوله لحد ما لينج خد باله من صوت صراخ جاي من وراه. وبيبص وراه فبيلاقي ان كل الطلاب عمالين يزعقوا له ويصرخوا لان كل الهجمات اللي عمال يتفاداها بتيجي على الطلاب اللي وراه. وبنشوف ان المعلم يلي بيكون اتعصب من لينج اكتر وبيستدعي الروبوتات اكتر عشان تهجم عليه. وفعلا بنشوف ان كل الروبوتات اللي موجوده في السجن حصرت لينج وبيكون بيستعد عشان يقضي عليهم كلهم. بس المعلم يلي بيحط العقده في المنشار وبيقول له ان لو كسر اي روبوت منهم فخلاص يعتبر نفسه صعد في الاختبار. وبنشوف ان هنا لينج كبر في نظر كل الطلاب لانهم خلاص اتاكدوا بكل اللي بيحصل معاه ده، فهو مظلوم دلوقتي عشان كده لما يموت هيبقوا يدعوا له بالرحمه. ودوت على عكس ديدي اللي بتكون شمتانه في لينج وبتقول انه يستاهل لانه سرق الاضواء منها. المهم بنرجع لبطلنا لينج اللي بتكون كل الروبوتات بتتجه ناحيته علشان تهجم عليه. وهنا بيكون لينج ادرك انه مفيش قدامه خلاص غير حل واحد، فبيستعد اثناء ما كل الروبوتات بتهجم عليه وبينط مره واحده في السماء، وده اللي بيخلي الروبوتات كلها تدمر بعضها. وعلى الجانب الاخر بنشوف المعلم يلي مصدوم، والمعلم هونج لونج ندمان انه سمع كلامه، وبسبب قفزه لينج العاليه جدا في السماء فبدا الطلاب يعتقدوا ان لينج بيطير.
فبيعرفهم ابو العريف انه ما طارش، انما نط نطة عالية جدا. وبيكون المعلم يلي اتعصب جدا لان لحد دلوقتي لينج ما اتأذاش ولا اتخدش خدش واحد، وبيفضل يضغط على زر الهجوم بكل عصبية لحد ما بيخلي هجمات الروبوتات سريعة جدا، لدرجة ان لينج حتى بيقول في نفسه انه هيبقى من الصعب عليه جدا انه يصد كل الضربات ديت وهو في السما. ولكنه لما بيبص لديدي بتجيله فكرة وعلى طول بيتجه ناحيتها وبيقف قدامها، في حين ما هي كانت مستغربة هو بيعمل ايه، وبدأت تفكر في افكار بنات غريبة كده واعتقدت ان لينج بيحبها. ولكن لا طبعا، بنعرف بعد كده ان لينج كانت فكرته انه يختبئ وراها وهي تصد كل الضربات مكانه، والفكره دي كانت عصبت ديدي جدا. فلينج بيقول لها انه ملقاش اي حل تاني، ولان ديدي مش هاممها اي حاجه وهي اصلا بتكره لينج، فبتبدا انها تهجم عليه وبتهدده وبتقول له انه لو قرب منها فهي هتهجم عليه هو كمان مع الروبوتات. فبيقرر لينج انه يهرب من البت المجنونه ديت، ما هو مش هيلاقيها منها ولا من الروبوتات. وبيكون المعلم يلي شمتان جدا في لينج لما بيلاقي الضربات بتاع الروبوتات بتلحقه وكمان ديدي بتهجم عليه. واثناء كل الكلام ده لينج كان اخد باله من المعلم يلي، وافتكر المعلم هونج لونج في اول الاختبار لما كان بيقول ان الاختبار هينتهي لما البخور اللي في بق المعلم يلي ينتهي. فبيقف لينج هنا فجأة وبياخد نفس عميق جدا، وده اللي خلى المعلم يلي والمعلم هونج لونج يعتقدوا ان لينج خلاص استسلم ونوى انه ينطق الشهادة قبل ما يموت. ولكن لا، لينج بيوجه النفس بتاعه ناحية المعلم يلي، ومن قوة نفخ بطن لينج الأسطورية كان الطلاب بيطيروا من مكانهم. ده حتى يا أخي المعلم هونج لونج والمعلم يلي كانوا بيقاوموا بالعافية، وبنشوفهم في النهاية لينج عمل لهم استشوار مجاني. وبيكمل المعلم يلي كلامه وبيقول للينج وهتكون فاكر ان احنا نوقف الامتحان بسبب شوية الهوا اللي انت عملتهم دول. وهنا لينج بيقول للمعلم يلي يبص على عود البخور لانه خلاص انتهى وانطفى، وده معناه ان الاختبار انتهى. وهنا المعلم هونج لونج ادرك قد ايه لينج ذكي جدا لانه استخدم نفسه عشان يخلي البخور ينتهي بسرعة. بس مش ده الغريب، الغريب انه كان على وشك انه يطيرنا باستخدام نفسه بس، فقد ايه لينج ده قوي جدا. وعلى الجانب الاخر بيعرف ابو العريف كل الموجودين قد ايه لينج ذكي. بس ابو العريف كان فاهم حاجة تانية، وبدأ كل الطلاب انهم يعتقدوا ان لينج استخدم نفسه عشان يطير هدوم ديدي فيحرجها وبالتالي ما تهجمش عليه. وده اللي خلى ديدي محرجة جدا واتعصبت من بطنة اكتر ما هي متعصبة اصلا، وبتغادر المكان وهي بتعرف لينج انها تنتقم منه. والله بطنة ده بيصعب عليا. وفجأة بيظهر في المكان شخص وهو عمال يشجع في الطلاب، وبنعرف ان الشخص دوت هو المعلم ومدير اكاديمية شوتيان. ولحد هنا يا صاحبي بيخلص الفيديو بتاعنا. فلو عايزنا نكمل العظمة دي ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا في الكومنتات، وبحبكم في الله، سلام.